بشكر الرسالة اللي عملت لنا السقف وعملت لنا العيال من النطرة. رسالة قالت لنا السقف النطرة مش هتنزل علينا تاني. أشكر رسالة، الناس دي ساعدتني في المية وركبت لي المية، أشكرهم جدا وربنا يديهم الصحة يا رب. أنا طالب معاش مبكر على 40 جنيه ومعي 6 أولاد، وأشكر جمعية رسالة اللي ساعدتني في المشروع ده وعملته وهنكبره إن شاء الله بإذن الرحمن. أنا بشكر الرسالة إن عملت لي مشروع إن أقدر أعيش منه أنا وأولادي. جمعية رسالة ساعدتني في إن أنا أعمل جهاز شلل، الجهاز دوت فرق معايا كتير جدا في حياتي، كنت الأول بعاني جدا مع الجهاز القديم، بس دلوقتي مع الجهاز اللي ساعدتني فيه رسالة بجد حياتي اتغيرت. رسالة خلتني أنا زيهم. أنا مين؟ باجي هنا ببنتي كل يوم. أنا بحب رسالة. أنا مبسوطة برسالة. رسالة دي أنا حسيت إن أنا في وسط أهلي وأحسن من أهلي كمان. أنا في رسالة لقيت ولادي اللي أنا ما خلفتهمش. الرائعون كالماس لا نصنعهم بل نبحث عنهم، لنقف دائما بجانبهم وندعمهم، ورسالة بجد روعة في العطاء. شكرا لرسالة. شكرا رسالة. شكرا رسالة. ربنا يديهم الصحة يا رب. شكرا رسالة. شكرا رسالة. ومن كل قلبي بجد أنا بشكر جمعية رسالة. رسالتنا نخدم كل محتاج.